قد تختلف اراء الجيمرز لو سالتهم وقلت لهم ايه هي احسن لعبه بالنسبه لكم. هتلاقي منهم اللي هيقول ريزيدنت ايفل واللي هيقول جي تي ايه ومنهم اللي هيقول فالورنت. جيبوا له ليه فيا ريت تستحمى يا معلم. بس هتلاقي ان اغلب الاراء مجتمعه ان احسن لعبه من حيث كل حاجه هي ريد ديد ريديمشن، يعني من حيث الجيم بلاي او القصه او الجرافيك. حرفيا لعبه جميله من كل النواحي يعني حرفيا. ريد ديد ريديمشن تعتبر من اعظم الالعاب في التاريخ، بس عشان نفهم ليه هي اعظم لعبه في التاريخ لازم نتكلم على اهم حاجه فيها وهي القصه. القصه هنا مش مجرد مهمات ورا بعض، القصه هنا حياه كامله بتعيشها مع الشخصيات، وبالذات مع الشخصيه الاسطوريه ارثر مورجان. ارثر مش مجرد بطل في لعبه، ارثر انسان حقيقي بتحس بمشاعره باخطائه وبتشوفه بيتغير قدامك طول القصه. في البدايه هو كان مجرد فرد من عصابه فاندرلاند وبيمشي ورا العصابه في اي حاجه وبيسمع كلام الزعيم بتاعه داتش، لكن مع الوقت بتبدا تشوف الجانب التاني من ارثر، بتشوف انه مش الشخص القاسي اللي انت كنت فاكره، بتشوف ان عنده قلب وضمير وبيحس. كل مهمه بتلعبها، كل حوار بينه وبين الشخصيات يخليك تتعلق بارثر مورجان اكتر بصراحه، وده اللي خلى لحظات كتير في القصه تبقى من اكتر اللحظات تاثيرا في تاريخ الالعاب. والجمال كمان في اللعبه مش القصه بس، العالم نفسه تحفه وفشيخ بصراحه. العالم في ريد ديد ريديمشن مليان تفاصيل بشكل مرعب، ممكن تمشي في الغابه وتلاقي احداث عشوائيه او تقابل شخصيات غريبه او حتى تقعد تصطاد وتستكشف الاماكن براحتك. العالم تحس انه حي، وده احيانا يخليك تنسى القصه نفسها او تقعد بس تستمتع بالرحله. Hello, how are you? I am under the water. بتبدأ القصة سنة 1899 بعد عملية سرقة فاشلة لعب روك ستار كالعادة يعني. المهم واثناء واحنا بنهرب من البوليس اضطرينا ان احنا نوقف في اي حتة بسبب ان كان في عاصفة ثلجية، وبعدها بنروح نشوف لنا اكل عشان ما كانش معانا اي حاجة في الوقت ده. واثناء واحنا بندور نتفاجئ بعصابة بتكون موجودة هناك، واللي بيكونوا سارقين بيت جنبنا وبيكونوا كمان قاتلين صاحب البيت، واللي بتحصل معركة ملحمية جدا بصراحة. وبعدها بنكتشف ان العصابة ديت كانت ناوية انها تسرق قطر، فارثر بيقول لدارتش ودارتش بيقرر ان هو يسرق القطر قبلهم. المهم فبعد ما سرقنا القطر ده نكتشف ان الحاجات اللي سرقناها تخص شخص مهم جدا في البلد، فالراجل ده بيبعت رجاله من المباحث علشان يراقبوا العصابه ويقبضوا عليهم. المهم قلنا نستقر شويه في نفس المكان، بس للاسف الاستقرار ده ما كملش معانا عشان تحصل خناقه كبيره قوي في المدينه، والموضوع سمع قوي لدرجه ان الحكومه عرفت مكان العصابه، فاضطرينا نهرب من المدينه ونشوف لنا مدينه تانيه نقعد فيها. بعد ما بننقل المكان الجديد ده بنلاقي ان في عيلتين هناك بيستضيفونا، بيكونوا العيلتين مش بيتوقوا بعض نهائي، فداتش بيقرر ان هو يعمل حركه قرعه كده وانه يشتغل مع العيلتين ويفهم كل عيله انه بيكره العيله التانيه علشان يستفيد من الاثنين. بس الموضوع ده بيتعرف وده بيعمل مشاكل مع العصابه، زي مثلا اكبرهم ان في عيله مخاطفين جاك ابن جون مارستون، وبعدها بتحصل اللقطه المفضله الى قلبي دي. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. Don, I need you to stay calm. Get down here now, you inbred trash! بنقتل كل رجالتها وبنولع لها في القصر ونخلع. بعدها المباحث بيعرفوا مكان العصابه وبيروحوا بيهددوهم وبيقولوا لهم اسمع يا ابن المتنات. فنضطر المره الثالثه ان احنا نروح ننتقل لمدينه ثانيه، واثناء واحنا قاعدين قرر داتش انه يروح ويسرق اكبر بنك في المدينه اللي احنا رحنا لها. وفي عمليه السرقه دي بيحصل مصايب كتيره قوي، يعني يموت من عندنا ادم واكبر واحد في العصابه كلها، مش كده وبس وكمان بيقوموا خاطفين جون مارستون. والموقف ده خلى ارثر ياخد باله ان داتش بقى حتى ان هو رفض ينقذ جون مارستون اللي كان مخطوف. انا يتعمل فيا كده يلا يا ابن الله. مع الوقت احترام ارثر لدارتش بدا يقل، من ساعتها ارثر قرر ان هو يمشي على حسب اللي هو شايفه صح، ويقرر ارثر ان هو ينقذ جون مارستون بنفسه. وفي اثناء المهمه ارثر بيتعب وبيجيله كحه غريبه كده، بس ما بيهموش وبيقرر ان هو ينقذ جون مارستون رغم التعب اللي هو فيه، وبيغمى عليه وبيروح للدكتور والدكتور بيبلغه ويقول له ان هو جاله مرض السل. ارثر عرف ان قدامه فتره قصيره بس ويموت. بدأ يحس ان كل اللي عمله ده مالوش معنى وان حياته كلها كانت كذبه، فقرر انه يبدا يعمل خير في حياته. في الوقت ده العصابه بدات تنهار وداتش بقى مجنون والناس بدات تبعد عنه واحده واحده. داتش بقى بيخاطر بالعصابه كلها عشان مصالحه الشخصيه وبقى اهم حاجه عنده Money! وبعد ما بيعرف ان خلاص مفيش امل في العصابه دي تاني بيقرر يساعد جون مارستون ان هو يهرب. بعدها ارثر بيطلع فوق جبل والشمس بتطلع قدامه وجسمه خلاص ما بقاش قادر يكمل. ارثر بيموت في لحظه حزينه جدا وهو باصص للشمس وهي بتشرق قدامه. ايه يا عم اللي الوجع القلب ده يا عم؟ ايه يا عم بطلناها يا عم الشغلانه دي خالص يا عم، بطلناها يا عم. شوفوا حد غيري. لا يا عم، لا 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 لا، انا بطلت الشغلانه دي يا عم، بطلناها يا عم.
وبكده تنتهي رحله ريد ديد ريديمشن 2، قصه عن الصداقه والخيانه والخيارات اللي بتحدد مصيرنا. ارثر مات لكن لسه عصره موجود في كل مكان، في كل قرار اتاخد، في كل لحظه عدت، وده اللي بيخلي ريد ديد ريديمشن 2 اكتر من مجرد لعبه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك، وشكرا على المشاهده. السلام عليكم.